هو الاسماعيلي ده ملوش اهل يسالوا عليه يعني. يعني القلعه الرياضيه الثالثه في مصر تغرق وتفطس بهذا الشكل والكل قاعد يتفرج. في حد عارف ان الاسماعيلي بيلعب النهارده في الدوري بدون حصوله على التراخيص الخاصه بانه يلعب في الدوري الممتاز؟ وان الاسماعيلي عليه مش 24 مليون جنيه، عليه 78 مليون جنيه لنادي النجوم، خاصه باللاعب ابراهيم حسن والازمه الكبيره اللي من 6 سنين وما اتحلتش. حد عارف انه الاسماعيلي خد مهله اخيره بعد انتهاء مهله 31 اكتوبر؟ اتحاد الكوره مش عارف المهله، طبعا هتبقى اسبوع لغايه يوم 7 نوفمبر، لكن ممكن توصل ل 21 نوفمبر 21، ودي اخر مهله عشان الترخيص يستمر والاسماعيلي يكمل. الاسماعيلي لو ما دفعش 78 مليون خلال هذه المده وعمل تسويه مع نادي النجوم وحل المشكله دي، ممكن حضراتكم ما تلاقوش الاسماعيلي موجود في الدوري الممتاز. وده كلام لوائح في اتحادات دوليه واتحادات قاريه بتحكم هذا الامر ان كل فريق ما بقاش عليه ديون. طيب، حصل اعداد في الفتره اللي فاتت. حصل ان رئيس اتحاد الكوره الكابتن جمال علام، كابتن نصر ابو الحسن، كابتن الاستاذ محمد الطويله صاحب الشأن قعدوا في اتحاد الكوره، وبعدين قعد الطويله قعد مع نصر ابو الحسن لوحده برضه. الاسماعيلي يقول لك ايه؟ معيش، ادفع ان نصر سوي والله يعني ما اقدرش. طيب، ما هو برضه الاستاذ محمد الطويله ليه حق والاسماعيلي معذور، فالحل الامثل ان يبقى فيه نوع من الاستجابه. لكن مساله انه تمشي الامور بدون حلول دي مساله في منتهى الخطوره بتهدد الاسماعيلي. الكابتن المهندس نصر الحسن بيراهن انه ما تقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ يعني ما حدش يقدر هيوقف النادي الاسماعيلي. طب ما تسويها، طب ما تقعدوا مع بعض، ما تشوفوا حل تخلصوا التستيفه الورقيه الخزعبليه اللي بتتم في جميع الانديه وبتشارك من غير مسائل ولوائح يعني قانونيه. حلوها، لان الاسماعيلي ما ينفعش يدفع ثمن اخطاء ناس وصلته لهذه الحاله. والاسماعيلي بيحل المشكله لابد من فتح ملف الفساد الاداري والمالي في هذه القلعه منذ سنوات. لانه يعني اذا كانت قلعه الدراويش النهارده ممكن يعني تغرق او ان هي تختفي من على الوجود، فده مش من مصلحه حد. يعني تشم كده انه يعني محدش يعني ايه اللي هيحصل يعني. ما ينفعش يا اخوانا، نادي الاسماعيلي نادي كبير، قلعه كبيره، ما ينفعش الناس كلها تفضل تتفرج عليه لان ممكن يجي الدور عليه. شكرا لحضرتك.